السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بأمر الله الفيديو بتاعنا جميل جدا جدا. هنعمل الفطير المشلتت من غير لا فرد ولا توريق، يعني لو الفطير المشلتت ده عقدتك احنا بأمر الله النهارده هنحل العقدة. شايفين قد ايه مورق وجميل؟ عايزه اقول لكم والله يا بنات طريقته سهلة جدا، يعني انت لو اول مرة تعمليه هينجح معاكي وهيبقى مظبوط بأمر الله. يلا بقى، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، ودوسي لايك للفيديو. يلا بينا بقى نشوف عملنا الفطير الجميل السهل ده ازاي. في البولة اللي انا هعجن فيها هنزل بكوباية من المية. انا النهاردة هشتغل على كيلو دقيق يا جماعة. هنزل بكوباية من المية، عليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. طبعا السكر هنا بيديهولي لون حلو قوي في الاخر، بيخلي لون الفطير احمر وجميل. هبدأ ادوب السكر والملح كويس لحد ما يدوب معايا تماما. طبعا معايره لك المية وكل حاجة. انا هشتغل على كيلو من الدقيق. كيلو الدقيق يا بنات بيبقى 8 كوبايات. بعد ما تنخلي الدقيق عبي 8 كوبايات بمج الشاي العادي كده. ده كيلو الدقيق. نزلت بتاني كوبايه وجبت الكوبايه التالتة جنبي وابدا كده اعجن بالشكل ده. طبعا هزود بالتدريج علشان كل انواع دي بيختلفوا عن بعضها، يعني ممكن ياخدوا معاكي 3 كوبايات، اكتر من كده اقل من كده على حسب نوع الدقيق. هضيف الميه كده بالتدريج لحد ما اظبط العجينه معايا. طبعا انا العجينه اخذت معايا 3 كوبايات وربع، انت ممكن تاخد اكتر او اقل زي ما قلت لك على حسب نوع الدقيق. الدقيق اللي انا بستخدمه ده يا بنات دقيق متعدد الاستخدامات. هبدا اعجن. طبعا اهم حاجه في نجاح الفطير انه يتعجن كويس. طب افترض ايدك وجعاكي كده، يعني بعد الشر عليك، وعايزه تعملي فطير ما تعمليش، لا بامر الله هتعملي. بعد ما تلمي الدقيق كده كويس، بليه بله ميه وسيبيه، غطيه وسيبيه زي 5 دقايق كده. ترجعي له بعد 5 دقايق تلاقي العجينه العرق اتربى في قلبها وخلاص بدون عجن. كده انت عملت الفطير بدون عجن، ومفيش اسهل من كده يا جماعه. كده خلاص انا مش هضيف ميه تاني. اخدت معايا زي ما قلت لكم 3 كوبايات وربع. بس هبتدي بقى اعجن فيها كويس لحد ما انعمها كويس جدا. وهنا خلاص يا جماعة، شايفين العرق في قلب العجينة مطاطية كده معايا. خلاص كده عجنتها نعمت معايا كويس. هبتدي كده اجيب حبة من الزيت هغلف بيها العجينة كويس بالشكل ده. هغلفها كده من فوق ومن تحت وهسويها كويس بالشكل ده. هبدأ كده اخدها اسويها علشان انا هشتغل فيها على طول بعد ما ترتاح، يعني مش هاخدها مش هكورها من الاول، لا هشتغل بيها على طول بالشكل ده. وهغطيها يا بنات واسيبها زي ربع ساعة بس ترتاح علشان ما تغلبنيش في الفرد. هجيب بقى السمنه. انا النهارده هفرد بسمنه، انت عايز تفردي بزبده يعني براحتك خالص، انا هفرد بسمنه. هاخد حوالي 3 معالق كده كبار من السمنه. شايفين والله احنا يعني ما كملناش كوبايه سمنه. كيلو دقيق هنعمله باقل من كوبايه سمنه. وابتدي كده اضرب فيها انعمها. انا مش عايزه اسيح، انا هنعمها هضرب فيها بالمعلقه لحد ما تنعم. هجيب الطبليه او الرخامه، الحاجه اللي هتشتغلي عليها هدهنها مسحه من الزيت بالشكل ده. وهنزل بالعجينه. العجينه انا هنزل بيها زي ما هي كده، مش هكورها من الاول. لو كورتها من الاول هتشدي معاكي، مش هتفرد معاكي بمنتهى السهوله. هبتدي كده افردها بالشكل ده. انا عايزه افردها بحوالي زي سمك نص سنتي يعني مش اكتر. ابتدي كده افردها بالشكل ده. طبعا ما فيش اسهل من كده، وهتجري معاكي طول ما هي مرتاحه تجري معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم. فردتها كده كويس. معلش هنا الكاميرا كانت انا ما كنتش شايفاها الصراحه، فهي التصوير دلوقتي هيتعدل ان شاء الله. هجيب السمنه كده بعد ما ضربتها بالمعلقه زي ما قلت لكم كده بالشكل ده. وابتدي كده امسح وش العجين. شايفين مش بتاخد مش باخد كتير خالص، لا مسحه كده خفيفه جدا من السمنه. وابتدي كده اقطعها قصاد بعضها بالشكل ده، مش من النص، لا من الحروف. طبعا الفيديو شارح نفسه. شايفين السهوله؟ هبتدي بقى اطبق العجينه علشان نعمل الفطير. ابتدي اخد الطرف الاول كده واتنيه على النص بالشكل ده، واجيب الطرف اللي قصاده عليه كده وافرده كويس. بعد كده هاخد الحته اللي في النص دي اتنيها على جوه يعني. زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم الفيديو شارح نفسه. هاخد كده انا خلاص كده هكتفي بالجزء ده هعمله فطيره. يعني الجزء ده هقطعه كده بالسكينه واعمله فطيره. طبعا عايزه تكبري عايزه تصغري في ايدك براحتك خالص. انا عملت الكيلو على 3 فطيرات حلوين كبار كده حلوين. كده فطيره دي بسم الله ما شاء الله كده. وابدا اعمل زي ما عملت من الاول خالص كده على النص كده. واجيب اللي قصادها عليها ولحد ما اخلص الكميه. طبعا الجزء ده انا الفطيره الاخيره دي انا هقسمها على 2. انا حسيتها كبيره قوي فقسمتها على 2 بالشكل ده. هجيبها كده اقسمها على 2 وشوفوا بقى التوريقه في النص عامله ازاي.
بصراحة تحفة، مفيش احلى من كده. شايفين واضحة معاكم اهي، بسم الله ما شاء الله. ابتدي كده هشتغل على طول بقى يا جماعة، مش هسيبها، هي مرتاحة معايا وجميلة. ابتدي كده افردها بالشكل ده. شايفين سلسة ازاي معايا في التعامل، بتتفرد بمنتهى السهولة. طبعا السمنة اللي احنا فردنا بيها هيفيض منها بأمر الله، هيفيض منها حوالي معلقة. يعني شايفين احنا ما خدش معانا سمنة كتيرة، انتوا عارفين الفطير مشلتت بياخد سمنة كتيرة. بعد ما فردتها كده بالشكل ده هجيب تلحيسة كده، تلحيسة بسيطة من السمنة. وابتدي كده اتنيها اتنيها بالنص كده على بعضها بالشكل ده. ابتدي كده افرد تاني. تلحيس السمنة بقى بسيطة بقى عشان ما فيش اي مادة دهنية هنا. ابتدي اطبقها تطبيقة الفطير المشلتت كده بالشكل ده، شايفين؟ بس كده اطبقها على بعضها واسيبها واشتغل في اللي بعدها لحد ما اخلص كمية الفطير اللي معايا. طبعا انت لو عاملة كمية في ثواني هيخلصوا. عملت معاكم قبل كده الفطير المشلتت على القناة بطريقتين حلوين قوي، يعني احنا في مرة كده فردناه على الدقيق، في بنات كتير قالت لي ما بتعرفش تفرده على الدقيق بالنشابة اللي هي الرفيعة. فالنهاردة الفيديو اهو بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش اسهل من كده، ما استخدمناش نشابة خالص. ما فيش اسهل من كده الصراحة. نفس الحكاية اللي عملناها في المرة اللي فاتت، بس ما طبقتهاش للنص عشان الفطيرة دي صغيرة غير الأولانية يعني. تلحيس السمنة بقى واطبقها كده على بعضها. يلا يا بنات، لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، عشان هو لا هو اللي بيرفع لي الفيديو، فيا ريت لايك جميل من ايدك. ربنا يجازيكم كل خير يا رب. كده خلاص اخر واحده معايا بالشكل ده، اديها بعد ما فردتها كده. طبعا انا وبفرد في طبقات كده طبقات ما بينها السمنه، فهتورق معايا وتتفرد وتبقى رقيقه كده وجميله. كده اجيب تلحيس السمنه بقى بسيطه برضو واديها تلحيسه كده وابتدي اطبقها. طبعا في الوقت ده يا بنات انا كنت بسخن الفرن، كنت مشغله الفرن كده، انا عايزه الفرن سخن جدا. علشان الفطير يطلع طري معاكي كده وجميل وناجح معاكي، لازم تسخني الفرن، تسخنيه حلو قوي. يعني لو عندك الشوايه شغاله والفرن شغال، شغالين مع بعض. ما شغالين شغال الفرن لحد ما يسخن كويس جدا. بعد كده احط الفطير فيه. هجيب الصواني اللي هسوي فيها، وهدهن الصواني بمعلقه معلقه صغيره كده من السمنه. طبعا السمنه اللي اللي اخدتها قدامكم دي، اللي ورقت منها. طبعا لسه كمان يا بنات زايد معايا معلقه زي ما قلت لكم. كده ادهن الطاسه بالسمنه بمعلقه سمنه صغيره كده واحط عليها الفطيره. طبعا اما افرد الفطيره كده، الفطيره معايا مرتاحه وجميله، فهتتفرد كده بمنتهى السهوله. واهم حاجه الفطير يدخل على الفرن السخن يا بنات، زي ما قلنا اهم حاجه الفرن السخن علشان يطلع ما يتمصش كده منك وينشف. هفردها كده كويس من النص لبره كده لحد ما تملى الطاسه معايا يعني. كنت ناويه اسويه والله معاكم على على عين البوتاجاز، بس قلت لا انا هعمله في الفرن. طبعا انتوا عارفين فطير الفرن غير، يعني ما فيش مقارنه الصراحه. الفطير اللي على عين البوتاجاز جميل وكل حاجه وبيبقى طري. بس فطير الفرن احنا يعني احنا عندنا في البيت هنا بنحبه اكتر. الشكل ده شايفين الفطيره بتتفرد معايا كده بمنتهى السهوله، مرتاحه وجميله ما شاء الله. هحطهم بقى على الصاج المباشر يا بنات بتاع الفرن اللي هو من تحت خالص ده. لو هتسوي في فرن البوتاجاز هحطها كده، هحط الصينيه على الصاج المباشر للفرن. هتشوفوا معايا دلوقتي. بضغط على الحروف كده شويه علشان الحروف بتبقى تخينه شويه معايا، فحبيت اسويها يعني. شايفين هنا معلقه السمنه اللي فاضت من اللي ورقنا بيه بالشكل ده. هنا حطيتها زي ما قلت لكم على الصاج المباشر للفرن علشان كده تتشمع معايا وتبقى جميله على طول. الفطير بيحب الفرن السخن يا جماعه. اول ما تتشمع معايا كده تبتدي تقب، هنقلها فوق على الشبكه وهشغل الشوايه لحد ما تحمر وتاخد اللون الجميل بتاعها. جبت الفطيره التانية بالشكل ده. اول ما اخدت لون من تحت الفطيره الاولانيه، جبت الفطيره التانية حطيتها على الصاج المباشر ونقلت الفطيرة التانية كده على الشبكة وشغلت الشواية لحد ما أخدت اللون الجميل بتاعها. وهكمل باقي الفطيرتين بالشكل ده. شايفين الفطير شكله عامل ازاي؟ شكله بيتكلم عن نفسه يا جماعة. عايزة اقول لكم في منتهى الجمال وطري وجميل جدا جدا. تعالوا بقى نفتح الفطيرة ونشوف شكلها عامل ازاي والتوريقات عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله. خدت اول فطيرة علشان هي اللي باردة معايا. شايفين التسوية مظبوطة جدا من فوق ومن تحت. تيجي كده بسم الله، شايفين بسم الله ما شاء الله التوريقات. مفيش احلى من كده الصراحة. جيبي بقى جبنة قديمة، عسل، جبنة قريش، براحتك خالص.
انا والله بحبها بالجبنه القريش، بس في اليوم ده ما كانش عندي، فالحمد لله جبت جبنه قديمه وعسل، وكان يعني غدا زي العسل. بألف هنا لكل اللي اكل منه يا رب. وهنا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، علشان يوصلكم مني كل جديد، ودوسوا لايك للفيديو. دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.